طبعا انت زارع فول السنه دي وهتسمع كلام كتير جدا بيقول لك اوعى تروي الفول قبل 50 يوم، اوعى تروي الفول لما يظهر، اوعى تروي الفول لما الغطسه تعدي، اوعى تروي الفول اللي هي رايه واحده، ما ترويش الفول خالص. هتسمع الكلام ده كله، والكلام ده كله معظمه غلط. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والميه انا لو ما روتش انا مش هسمن، النبات هيشتغل منين؟ فانت لازم تروي علشان تسمن. تمام؟ فعلشان ناخد محصول فول كويس ما تسمعش الكلام الناس، هنروي راية المحياة اقصى حاجة 30 35 يوم. يروى الفول، يروى راية الزراعة وراية المحياة وراية كمان وراية كمان. يعني ممكن لو الارض الطينية في وجه بحري ممكن يزيد عن كده، ممكن يخش في 3 4 ريات في الصعيد، ممكن يروى من ريتين. يعني هو مثلا بيروى 3 ريات ل4 ريات بالكتير جو 5 ريات حسب الظروف الجوية وحسب سقوط الامطار. تمام؟ يعني انا عندي رايتين اساسيتين هم دول اساسي عندي، رايه الزراعه ورايه المحاياه والرايه اللي بعدها. الثلاثه دولت هم اهم 3 رايات. دي دفعه تنشيطيه، وفي تسميده هنا في رايه المحاياه، والرايه الثالثه برضو في تسميده. تمام؟ دي ممكن استثنائي، ممكن نرويها او ممكن ما نرويهاش حسب الظروف الجويه، تقارب مسافات الري بالحوال والري بالقطع علشان ما يغرقش مني. والفول حساس جدا للميه، فالري ما يغرقش الفول وما شبعش. الري بالحوال على الحامي على السريع هناخد محصول فول كويس جدا. فما تسمعش كلام حد يقول لك ما ترويش لما الفول يظهر. هيظهر هيشتغل منين؟ هتحط له كموت، تحط له بوتاسيوم، تحط له حامض، تحط له فولفيك والحاجات دي امتى؟ امتى؟ لما يوصل عمر الفول مثلا. يقول لك انا مش هروي الفول على عمر 70 يوم. 70 يوم يا باشا؟ ده عمر الفول عدى، الفول كله 4 شهور، يعني 120 يوم، 60 يوم وهو نص عمره. هيشتغل منين ويجيب منين؟ فانت رايه المحياه اقصى حاجه 35 يوم، تبدا معاك من 25 يوم لحد 35 يوم. اسمع مني وما تسمعش كلام حد علشان الجو اتغير. واحنا برضو عشان بس اكون صريح معاك، انت الظروف الجويه اللي بتتحكم فيك، فانت رايك حسب الظروف الجويه. احنا دايما نتابع الارصاد الجويه، نتابع النشرات، نتابع الدكتور محمد علي فهيم، نشوف الناس دي بتتكلم بيقول لك الجو ان شاء الله الفتره الجايه عامل كذا، الجو عامل كذا، الجو فيه كذا، الجو فيه كذا. فلازم نتابع الجو، اختار الميعاد المناسب، ما رويش في وقت فيه هواء ورياح. لو انت ما انت بتتكلم في شتاء وما نرويش في جو فيه رياح ومطر والكلام ده كله وراح اروي وانا بسمع كلامك يا هندسه ورويت زي ما انت قلت. لا يا حبيبي، ما بقولكش كده. انا بقول لك روي بس اختار الميعاد الصح للري، التوقيت الصح، يبقى المعامله صح، هتاخد محصول صح. السلام عليكم.